تسمحوش لحد يفسد عليكم رمضان، ما تسمحوش لحد يبوظ عليكم عيالك. يا جماعه بص ايديكم، تعالوا محب على راسكم، بصوا شهر الحب بقى، من فضلكم من فضلكم نهدي الدنيا تمام، لان المشاكل بتبقى حاجه مصيبه. انتوا عارفين خناقه قايمه اول يوم رمضان على حاجه تافهه جدا حاجه تافهه جدا، يعني مش عارفه عربيه راحت فين فحودت فين، فالشجره كانت جنبيها، فحد كان واقف بعيد اصلا على العربيه وخناقه، وبيقول يا رب ايه ده، انا سامعه خناقه بالتركي في ايه، حاجه هايفه جدا ما كانتش تستدعي كل ده. فالشياطين في رمضان الصغيرين، احنا عارفين ان مرضة الشياطين مصفدة، لكن الصغيرين بيعملوا تكات وحشة جدا، وللأسف احنا بنستجيب للاستفزاز والحاجات ديت فيضيع عليكي الشهر. لا ما تسمحوش لحد، ودي وصية خاصة، انه زوجك يا ابني الله يصلح حالك، بص هعمل لك اللي انت عايزه، بس سيب لي رمضان، سيبوا رمضان عشان نعرف نكمل ال 12 شهر اللي باقيين، علشان نعرف نكمل السنة واحنا بروح. ما انا لو ما خدتش الذات دلوقتي في قلبي مش هعرف اكمل. طيب أنا عايزة أقول أول حاجة الحمد لله يا رب، لك الحمد لك الحمد لك الحمد إنه بلغنا رمضان. يا رب لك الحمد إن أنت دخلتنا جوه رمضان. احنا عايزين نستشعر معنى الحمد، انك تحمد ربنا وانك تحمد ربنا انك جوه رمضان. من ادرك رمضان احنا يا رب، طب ان شاء الله ما نكونش من خبا وخسر يا رب، ان شاء الله. من ادرك رمضان ولم يغفر له كارثه، لا ان شاء الله ما نكونش، ان شاء الله نكون من اللي فايزين برمضان. انتوا عارفه ليه؟ عارفين ليه بنقول، معلش انا بقى خطابي هيبقى للنساء عشان انا بقالي فتره بكلم النساء. عارفين ليه في رمضان احنا بنقول رمضان قيمه وقامه وحسنات وكم هائل، وفعلا خبا وخسر خبا وخسر خبا وخسر 3 مرات، وسيدنا محمد يأمن عليه، يا محمد اني داع فأمن، فيأمن على من ادرك رمضان ولم يغفر له من كم الحسنات اللي ممكن يضيع. استغفر الله لو واحد عادي قبل في رمضان زي بعده زي اي غلط، انت اللي خسران. اللي عرفنا قيمة رمضان حديث طلحة بن عبيد الله. خليني اشرح لكم حديث طلحة. طلحة بن عبيد الله شاف رؤية، ودايما بنقول الكلام ده، عارفه انكم شطار وحافظين، بس بذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. علي الملائكه ان شاء الله السياره تحفنا بجناحتها، قولوا امين في الاستوديو الجميل بتاعنا ده، وربنا يبارك فيه. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان شاف رؤية، شاف ان في اتنين، الاتنين دولت واحد منهم مات شهيد، صحابي يعني مات شهيد، والتاني مات بعده بسنة، وبعدين شاف نفسه واقفين على باب الجنة، فيطلع واحد من الجنة ياخد، خد مين؟ ما خدش الشهيد، خد اللي مات بعده بسنة الأول ودخله الجنة، وبعدين طلع خد الشهيد، وبعدين طلع فسيدنا طلحة داخل عشان هيخش على باب الجنة وكمان، قال له لا يا طلحة لم يؤذن لك بعد، لسه أنت لم يؤذن لك بعد. فطبعا الأصل إن ده الشهيد هو اللي يخش الأول بقى، صح؟ وبعدين سيدنا طلحة ما دخلش ليه؟ لسه ميعاد اجله ما جاش. فالفكره في الاول وفي الاخر الناس اتعجبوا لما سيدنا طلحة حكى لهم، فقالوا نحكي للنبي. وكانت سنه عن النبي عليه السلام بعد صلاه الفجر، يا بيوت يا مسلمه، بعد صلاه الفجر من راى رؤيا، مين عمل حاجه صالحه، وكان النبي عليه السلام يقول من تصدق، من عاد مريضا، من مش سيدنا ابو بكر عمل كله الكلام ده. ايه ده الفجر يعني؟ عملوا ايه في السحر؟ طيب فالنبي عليه السلام قال ومما تعجبون، يعني انتوا بتستغربوا من ايه؟ اوليس حضر رمضان؟ حضر، وصلى من الصلاه كذا وكذا، على الاقل 6000 صلاه الفرائض 6000، وحضر من الصلاه كذا، وصام كذا وكذا، فقال فمما تعجبون والله لا الفرق بينهم فرق ما بين السماء والارض. يا ناس يا مسلمين فوقوا واحمدوا ربنا ان ربنا بلغك رمضان، ان ربنا حط رجلك كده وقلبك في رمضان في اول كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعله كله في ميزان حسنات. تعالوا نسمع مع بعض احاديث الجميله عن رمضان، اقول لكم كذا حديث كده النهارده محضره لكم، وادعو الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبكم للي انا بقوله. احنا عارفه معظم الاحاديث ده انتوا شطار وكلكم عارفين الكلام ده، لكن في الاول وفي الاخر اسمعوني بقلوبكم ما تسمعونيش بودنكم. الحديث الاولاني حديث سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت اول ليله من رمضان، من شهر رمضان، صفدت الشياطين اللي هي المرضه بتاعته، ومرضت الجن، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. ده يوقفك وقفه، خلاص النار مقفوله اهي، وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب. عشان كده ريحه رمضان احنا بنشمها، رمضان له ريحه احنا بنشمها. وقلت لكم كده الناس لها حال في التفكر مع الكون، هم عارفين ان رمضان ده له عبق، له، وبنعرف، اقسم يمين بالله بنعرف قبل الرؤيه ما بتيجي.